لو عندك نص كيلو دقيق وشوية مية، تعالى أقولك إزاي تعملي أسهل وأكبر كمية عيش شامي بدون فرن وعلى الطاسة، منفوخ وقابب بالواحدة من أول رغيف لآخر رغيف. ومش هتكلم على ريحة العيش ده يا جماعة، لأن رغم بساطته لكن الطعم والريحة حاجة تانية خالص، تفتح النفس، ينفع للسندوتشات والرحلات. النهاردة هقولك على كل أسراره: المقادير، العجينة، التخمير، التسوية. العيش شامي ولا غلطة، كله قابب بالواحدة، أحلى من الأفران وكمان بكمية كبيرة. النهاردة هتطلع من الفيديو ده أستاذة فيه. لايك وشير الفيديو، يلا ندخل في المقادير والطريقة على طول. نذكر الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. أول حاجة عندي كوباية من المية الدافية، هضيف عليها معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. لو هتقولوا لي الميزان قد إيه، هيكونوا مثلا 8 جرام خميرة، يعني أنا ما استعملتش الباكت كامل. معلقة كبيرة ممسوحة. وكمان عندي معلقة كبيرة من السكر، وممكن نقلل نسبة السكر دي لحد نص معلقة كبيرة. بس نسبة السكر دي في العيش بصراحة بتطلعه زي العسل. ندوب الخميرة مع السكر في المية واسيبهم على جنب لحد ما الخميرة تنشط، واتأكد بس ان هي شغالة معايا. نتكلم على الدقيق. انا عندي هنا نص كيلو دقيق جميع الاغراض، ويفضل والاحسن يكون دقيق مخبوزات. بس في العيش الشامي الوصفة معانا فليكسبل، يعني عادي ممكن نستعمل ده وممكن نستعمل ده. أنا استعملت هنا دقيق جميع الأغراض وسايب ومن عند العطار. هضيف على الدقيق نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وممكن تستغنوا عنها خالص. بس أنا كنت عايزة العيش بتاعي ينتفخ كده لأن أنا مش بسويه في الفرن. هقلب الدقيق مع الملح والبيكنج باودر تقليبة صغيرة، وبعد مرور حوالي 5 دقايق 10 دقايق بتلاقوا ان الخميرة عملت فقاقيع كده، معنى كده ان هي نشطة معانا وشغالة ان شاء الله. هنزل بالدقيق والملح والبيكنج باودر على الخميرة والسكر والمية الدافية. طبعا كوباية المية دي مش هتعجن لي العجينة، يعني هنحتاج مية كمان. استعملت هنا حوالي نص كوباية مية كمان فوق كوباية المية، يعني مجموع المية اللي استعملتها حوالي كوباية ونص. لو بالملي، لو هنوزن المية، حوالي 300 ملي من المية الدافية. بنعجن كويس جدا جدا. هنا أنا محتاجة شبكة الجلوتين تشتغل معايا، فهنعمل ايه؟ رشة من الدقيق، وحطيت العجينة على البورد وبدأت ان انا اعجنها كويس جدا جدا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. لو لقيتوها بتلزق في ايديكم ضيفوا لها دقيق بس حبة بحبة. لقيتوها ناشفة وجامدة معاكم، ضيفوا لها مية، طبعا ده حسب نوع الدقيق اللي عنده. فالدقيق اللي عندي أخدت على نص كيلو الدقيق حوالي 300 ملي من المية، كوباية ونص مية دافية. عجنتها لحد ما بقت معايا بالشكل ده، بقت عجينة ملساء كده، ولا تكون سايحة في ايدك خالص ولا تكون ناشفة او جامدة. بعد كده هبدأ ان انا اخمر العجينة نص تخمير. يعني ايه؟ انا مش محتاجاها تعلى وتبقى زي البالونة كده جوه الطبق، انا محتاجاها تهدى شوية وترتاح كده من العجن الكتير دوت. فهسيبها حوالي ربع ساعة لحد ما تعلى شوية كده وتريح، وبعد كده بعد الربع ساعة بتبقى بالشكل ده. غطوها بس كويس اهم حاجة علشان وشها ممكن ينشف. بهبط التخمير وببدأ ان انا اخدها على الكاونتر وابدأ ان انا اقطع الحجم اللي انا عايزاه. لو انتوا حابين تقطعوه بنفس حجم العيش بتاع سندوتشات الفول والفلافل، بتقطعوا العجينة من 30 ل 50 جرام. لو حابين العيش كده يبقى كبير ويملى العين ويبقى نفس حجم العيش بتاع بره، يمكن اكبر كمان، يعني الحجم ده اكبر من العيش الشامي بتاع بره، بيكون وزن قطعة العجين حوالي 70 جرام. لو حابين بقى توزنوا وتطلعوا بقى كل الأرغفة شبه بعض زي ما أنا ما عملت، بتوزنوا كل رغيف. لكن أنا كنت بقطع وقرصت يعني العجينة زي ما انتوا شايفينها كده، وكانت فروق بسيطة جدا، يعني مش كتير. بعد ما قطعت العجين واتأكدت من الوزن بتاعه، طبق وتحتيه رشة من الدقيق، وببدأ ان انا اخد كل قطعة من العجين واقفلها كويس جدا بالطريقة وبالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم. تقفلوا كرة العجين من تحت حلو جدا، ما تسوهاش مفتوحة. بصوا ايديا، بصوا داخلة جوه العجين ازاي، علشان انعم سطحها، لان السطح ده مهم جدا يكون ناعم عشان وش العيش بتاعك يطلع ممتاز. وده حجم قطعة العجين قد البرتقانية البلدي الصغيرة. رشة من الدقيق من فوق، وبغطي العجين ده اللي انا عايزاه يستريح بقى 10 دقايق قبل مرحلة الفرد، عشان يتفرد معايا وما يأستكش، ما تبقاش الرغيف مأستك معايا، يفضل رايح جاي كده. تعالى اكلمكم بقى عن مرحلة الفرد
والتسوية والأهم مراحل بصراحة لفيديو النهاردة أو لوصفة النهاردة. تحت رشة من الدقيق، وتكون الرشة بسيطة قوي، مش عايزة أغير في قوام العجينة، مش عايزة أغير في قوام يعني العيش، فرشة بسيطة خالص بس تساعدني في الفرد. أفضل رايحة جاية في كل الاتجاهات. بيكون ده حجم الرغيف، والسمك بتاعه بيكون رفيع شوية لأن لسه هيخمر ولسه هيستوي. تحت رشة من الدقيق، وابدأ إن أنا أبطط شوية كده في الأول الرغيف بإيديا الأول، وبعد كده أبدأ بالنشابة. أفضل في جميع الاتجاهات، من جوه لبره من جوه لبره، في جميع الاتجاهات زي ما انتوا شايفين. حسيتوا وانتوا بتفردوا ان العجينة بتاعتكم بتلزق رشة بسيطة خالص من الدقيق مش كتير، ويكون عندي ترابيزة كبيرة أو الرخامة بفرد عليها قماشة مخصصاها للعيش، والرغيف اللي أفرده أحطه على القماشة وأغطيه. لازم طبعا العجين بتاعك في كل المراحل يكون متغطي علشان وشه ما ينشفش، وهكذا لحد ما خلصت الكمية كلها. ونسيت أقول لكم إن نص كيلو دقيق عمل معايا 12 رغيف حجم كبير، والرغيف ده حجمه كبير تقدروا تعملوا كمية أكبر وأكبر لو قطعتوا العجين أصغر من كده كمان. بغطي العجين وبسيبه يخمر مش أقل من نص ساعة، وطبعا متغطي بالقماشة علشان نحافظ على الرطوبة اللي جوه العجينة. التسوية، تعالى أقولك إزاي تنقليه من القماشة للطاسة اللي هتسوي عليها. عندك هنا كف إيدك بتحطيه على طرف الرغيف، وكف إيدك كده مقابل الرغيف زي ما انتي شايفة بالظبط، مرة ومرة، يعني الإيد اليمين بترفع مع الإيد الشمال، الإيد اليمين، وهكذا بالراحة جدا. وبيبقى معاكي بالشكل ده. طبعا خمر معايا وبقى زي الفل. طاسة هنا عندي غير لاصقة، بتكون درجة الحرارة عادية، يعني ولا مرتفعة جامد قوي قوي ولا منخفضة. الطاسة سخنة معايا جدا. حطيت الرغيف يتشم معايا هما بس 5 ثواني، عدي 5 ثواني واقلبي الرغيف. عايزة الرغيف يتشمع من الجهتين، بعمل له الجو بتاع الفرن بالظبط. فأنا بعمل إيه؟ 5 ثواني على الجهة دي و5 ثواني على الجهة التانية، وتقلبي بالراحة، ما تحاوليش بس تفتحي الرغيف علشان ينفخ معاكي. أول لما تلاقيه كده بدأ ينفخ بالكامل بتسيبيه لحد ما يقب معاكي للآخر، بيبقى عامل زي البالونة. بتقلبيه على الجهة التانية عشان ياخد لون ويستوي كويس من جوه. واللبابة بتاعته يا جماعة بالطريقة دي فوق زي تحت، يعني مش بيبقى مثلا من تحت اللبابة عالية وفوق لأ لأ. انتي لما بتيجي توازني ما بين الحرارة من الجهتين بتطلع معاكي اللبابة بتاعته متساوية فوق زي تحت بالظبط. بتحطي الرغيف، لقيتي الحرارة بتاعتك عالية، بقت عالية قوي، وتقدري انتي تتحكمي وتقللي الحرارة شوية علشان ما يتلسوعش معاكي بسرعة. واوعي تسهي عليه، لان بجد لو سهيتي عليه اكتر من 5 ثواني مش هيقب معاكي، يبقى يطلع معاكي مظبوط، هيقب بس شكله مش بيبقى احلى حاجة. عملت بقى الكمية كلها بالشكل وبالطريقة اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي. لو حصل وفتح معاكي حاولي بس يعني تقلبي بحاجة ما تكونش حادة. حصل وفتح هنعمل ايه؟ بالمعلقة اللي بتقلبي بيها او بالسباتولا اللي بتقلبي بيها اضغطي على مكان الفتح ده، هينفخ معاكي، هيطلع معاكي برضو يقب معاكي، مفيش اي مشكلة، مفيش حاجة بتقف معانا ان شاء الله. وما تستصعبوش ابدا تسويته، والله الموضوع كله ما خدش معايا كل رغيف بالظبط كده يعني دقيقتين، ما خدش معايا اكتر من تلت ساعة تسوية، مفيش اكتر من كده. دي كل الكمية اللي طلعت معايا من نص كيلو. تعرفوا تعدوا لحد كام؟ 12 رغيف. طبعا هم ناقصين رغيف لان في رغيف كده اتلقط كده اتسحب، كانت ريحته رهيبة يا جماعة. بصوا منفوخ ازاي كله قابب بالواحدة. بصوا ينفع للسندوتشات، ينفع كده بقى بالطريقة دي للسندوتشات، للرحلات، المصايف جاية بقى والبحر وايه. واللبابة بتاعته من جوه فتحت لكم واحد اهو من جوه وطري، كميته حلوة جدا ومنفوخ، يعني ما يفرقش خالص، ويمكن احلى كمان عن العيش الشامي اللي بيجيبوه من بره، وسهل قوي. من جوه بقى بصوا اللبابة بتاعته فوق زي تحت بالظبط، قابب بالواحدة بفضل الله، كله قب معايا، مفيش واحدة جلت معايا، مفيش رغيف جل معايا الحمد لله. معلش انا طولت عليكم شوية، لو طولت عليكم سيكا اعذروني، انا حبيت اقول والله كل التفاصيل وكل الملاحظات. لايك وشير للفيديو، واعملوا لي اشتراك ومتابعة، سبسكرايب لو اول مرة بتشوفوني. اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. كان معاكم شيماء، ومع السلامة.